يا جماعة احنا النهاردة مع مسلسل تركي بيحاول يقنعنا ان الرومانسية يعني بوس واحضان. المسلسل اسمه تذكر الحب. اول دقيقة ونص من الحلقة الاولى عبارة عن بوس واحضان، لدرجة انك تحس ان هم عاملين مسابقة مين فيهم اللي هيوقع التاني الاول في الارض. المنتجين كانوا عاملين حسابهم كويس جدا، احنا عارفين العرب بيحبوا ايه ونعمله لهم. ونشوف بقى الارقام. القصة ضعيفة لاقصى درجة، انا تابعت اول حلقة بس وبعدها قلت يا سقراط كرامتك بالدنيا، ونخلي بقى بقية الحلقات لاعدائنا. البطلة اسمها هنا غنيش يعني الشمس، والبطل اسمه دينيز يعني البحر. والله يعني القصة كلها عايشة على فكرة الشمس والبحر، وده اقصى مستوى من الابداع واسلوبه. البطله بتشتغل انفلونسر، بتعمل بقى صور على الانستجرام مع شخص اسمه مستر الفا من غير ما تبين وشه، صور كلها ارتفيشال ومفتعله لدرجه انك تحس ان المصور ما كانش فاضلهم اصلا. اما دينيس بقى فهو مهندس معماري، بس واضح انه ما نسيوا يشرحوا ده. كل اللي بيظهر منه انه عارض ازياء بموديلات مختلفه، قميص مفتوح وضحكه قد كده وعضلات في النص وبس، جبرت على كده. المسلسل متصور في اسطنبول. المصيبه بقى في التمثيل. البطله من أسوأ الممثلات اللي شفتها في حياتي، تمثيلها دايما نسخه بالكربون، نفس الوش نفس البوز نفس العياط، مفيش اي اختلاف. والبطل كمان تحس ان هو صناعي قوي، ضحكه صناعي ونظره صناعي، كل حاجه تحس ان هي اعلان برفانات رخيصه. القصه كلها مبنيه على فلاش باكات، كانوا مع بعض افترقوا لسه بيحبوا بعض. تخيل انك ممكن تسمع نفس الجمله 20 مره في نفس الحلقه، وطبعا في خطوط جانبيه بس ملهاش اي طعم. خطيب البطله الراجل الغني اللي تمثيله اسوأ منهم هما الاثنين، وعلاقه دينيس ببنت تانية. والكارثه الاكبر بقى ان في مشاهد رومانسيه اوفر جدا لدرجه انك تحس ان المخرج نسي ان احنا في دراما، ده عامل كده فيلم بلس 18 على الفاضي. الخلاصه واضح جدا ان المسلسل معمول مخصوص للعرب، بس رخيص وضعيف وتافه جدا. تفتكروا هيعجب مين؟ اكيد هيعجب الناس اللي عايزه تتفرج على البوس والاحضان، انما فن وتمثيل وقصه صفر. انا عن نفسي ضحيت بوقتي وعديت على الحلقه الاولى، وده علشان انقذ وقتكم انتوا. لو لسه مكمل معانا لحد هنا دوس لايك واشترك في القناه علشان لسه عندنا حكايات كتير. وفي النهايه قولوا لي بقى في الكومنتات، هل فعلا ممكن يجي لكم قلب وتكملوا المسلسل ده بس علشان البوس والاحضان واللبس، ولا هنرمي الريموت ونقول كفايه بقى يا تركي؟ وفي النهايه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان الحكايات كتير، بس سقراط هو اللي عنده الحكايه الصح.